السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف الاكل الحلو دوت انا عملته ازاي، وهوريكم طريقة الكفتة بكل سهولة. طبعا انا كنت منزلة طبعا تتبيلة الفراخ واللحمة، وكنت شايلاهم في الفريزر قبليها بكام يوم. ودلوقتي بقى هطلع كده اللحمة المفرومة فكت، وقلت بقى اعمل كام بصلاية حلوة على نص كيلو. وبعد ما بشرت كده البصل كده في الكبة خلاص ضربته. بجيبه بقى زي ما انتوا شايفين في المصفى، وبفضل اعصره كده بايدي لحد ما البصل الكمية اللي معايا تبقى خلاص خلصتها. وهنزل كمية مية حلوة. المية دي طبعا مش هنرميها، المية دي هنصبع بيها الكفتة. انا كنت مطلعة الاجنحة واللحمة كانوا خلاص فكوا كده، وكنت سايباهم لحد يعني ما نيجي نشويهم. تمام كده. فهنا بقى بصوا قربت خلاص اخلص كمية البصل اللي معايا. لازم تعصروا البصل، ما تحطوهوش بالمية بتاعته، يعني تحطيه كده عشان خاطر لو انت عملتيه مهما تحطي للكفتة برضو هتلاقيها بتفك منك. الطريقة ديت مش هتخلي الكفتة تفك معاكي، وهتبقى زي ما هي، وهيكون كمان طعمها حلو، متقلقيش. تمام. هنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. تمام. هحطها كده، وبعد كده مش هحط فيها توابل كتير ولا اي حاجة. تعالوا نشوف هنحط ايه. هنحط شوية فلفل اسود، شوية بهارات اللحمة. تمام. وهنحط كمان شوية 7 بهارات. وبعد كده هجيب شوية بيكنج باودر، هي يعني معلقة حلوة صغننة كده. وبعد كده هحط شوية ملح وبس كده، وشوية بقدونس معانا. خلاص بس كده، مش هحط اكتر من كده. هقلبهم بقى. عايزه اقول لك لازم تتعجن كويس جدا. كل ما يعني تعملي اللحمه وتعجنيها كويس، كل ما تبقى معاكي حلوه قوي. تمام. وما حطيتش اي حاجه غير كده، وكانت ماسكه وكانت جميله جدا جدا، وكانت بجد يعني مفكتش مني خالص. تمام. تعالوا بقى بصوا زي ما انتوا شايفين كده، فضلت ادعك فيها لحد بصوا ما بقت عامله ازاي. انا كده كمان ان البصل كمان الكبه ما كانتش ضرباه كويس. فانا قلت لازم ابشره المره الجايه، عشان خاطر عندي الكبه يعني مش بتعمل البصل ناعم خالص. تمام. بجيب بقى ميه البصل كده، وبجيب خله اللي هي بتاعه الشيش طاووق، العصايه يعني. وبعد كده بصبع بيهم. ما عندكيش العصايه ديت، تعملي باي حاجه عندك، اي حاجه. عندك معلقه الايد بتاعتها، المعلقه الكبيره اللي انت بتقلبي بيها، في معالق كده بتبقى ايديهم رفيعه. بصي اي حاجه، يعني ما توقفيش على كده. تمام. هفضل بقى اعمل كده، وبعد كده ايه، اصبع الكميه دي كلها بالخل، يعني مش بخلي الشيش طاووق العصايه فيها، لا انا بصبعها وبشيلها. تمام. وميه البصل زي ما انتوا شايفين كل شويه احط ايدي، هي دي اللي بتسهل لي اللي انا اصبع بيها. يعني الميه ديت لما بعمل بيها كده اللحمه بتسهل لي ازاي اصبع، زي ما انتوا شايفين كده. تمام. خلاص بقى كده هصبع بقى الكميه كلها، طلعت لي طبقين حلوين جدا. بصوا الصباع كمان كان كبير، ما تصبعيش الصباع صغير. هنا بقى بصوا، دي كانت اللحمه الريش اللي هي الضاني، شويناها الاول، وبعد كده خلصنا وشوينا بقى ايه الكفته. بصوا زي ما هي، عايزه اقول كنت مصبعاها من الصبح واحنا شوينا على العصر، يعني مفكتش ولا اي حاجه. وهنا بص بعد ما اتشوت كانت جميله جدا جدا، واللحمه برضو. وعملت بقى جنبها شويه رز بسمتي كده، كان جمال جدا. ايه رايكم؟ كده الفيديو خلص، متنسونيش في اللايك.